السلام عليكم. الانتخابات الألمانية المبكرة على الأبواب، ولهذا سأبدأ معكم من اليوم في سلسلة من الأشرطة حول هذه الانتخابات، حول الأحزاب السياسية، تعريف مختصر بها، أهم البرامج السياسية لهذه الانتخابات القادمة. ولهذا فأهلا وسهلا بكم في جغرافيا السياسة الألمانية. اليوم أبدأ معكم بحزب الخضر بندنس 90 جرينن. علاش؟ لأن هذا الحزب عقد في نهاية هذا الأسبوع مؤتمره، وهو مؤتمر مبرمج منذ مدة طويلة، واختار قيادة جديدة، كما أنه اختار مرشحا جديدا لمنصب المستشار الألماني، وأيضا تحدث في الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي. إليكم التفاصيل. يدخل حزب الخضر هذه الانتخابات بحقيبة ثقيلة بعد تحالف دام ل3 سنوات مع حزبين آخرين، وانتهى للأسف بسقوط هذا التحالف يوم 6 نوفمبر الجاري. إذن في هذه الأجواء عقد حزب الخضر مؤتمره، ويحاول من خلال هذا المؤتمر إعادة تموضعه من جديد داخل الساحة السياسية بعد أن انخفضت نسبه في استطلاعات الرأي. الآن هي في 12%. كما يعقد المؤتمر بعد سقوط التحالف الحاكم، وبعد خسارة الحزب في الانتخابات المحلية السابقة في 3 مقاطعات، في مقاطعتين خرج من البرلمان المحلي، وبالتالي هناك رجة داخل الحزب وقعت وأدت إلى استقالة القيادة القديمة وانتخاب قيادة جديدة سنعرفها الآن. حزب الخضر عادة يقاد من شخصيتين، في الأغلب تكون رجل وامرأة. هذه المرة تم انتخاب فرانسيسكا برانتن، عمرها 45 سنة، وهي تنتمي إلى التيار ما يسمى بالريالو، يعني الواقعية السياسية. انتخب معها أيضا في قيادة الحزب فيليكس باناتشاك، وهو عمره 35 سنة، أي لا يزال في سن الشباب، وهو ينتمي إلى تيار اليسار في حزب الخضر. طبعا في هذا المؤتمر تم الاتفاق على مرشح لمنصب المستشار الألماني في الانتخابات القادمة، طبعا ولن يكون شخص آخر غير روبرت هابيك. لمن لا يعرف كثيرا السياسة الألمانية، فإن روبرت هابيك هو وزير الاقتصاد الألماني، وهو أيضا نائب المستشار الألماني أولاف شولتز عن حزب الاس بي دي. بالنسبة للبرنامج الانتخابي تم الحديث عنه بصفة عامة، لأنه الحزب سيعقد مؤتمر آخر في جانفي يحدد فيه بالضبط البرنامج الانتخابي، ولكنه قيادة الحزب تتحدث على أن هذا البرنامج سوف لن يخرج عن المبادئ الأساسية التي يؤمن بها الحزب منذ تأسيسه، وهي منها حماية البيئة أساسا، وأيضا سيعتمد الحزب كما يقول قيادته أيضا على سياسة للهجرة تراعي توزيعا عادلا، ولكنها أيضا تحترم حقوق الإنسان. من القضايا الأخرى التي سيتضمنها البرنامج أيضا سياسة لإصلاح البنية التحتية، من بينها إصلاح الجسور المهددة بالسقوط الكثير منها، وأيضا إصلاح شركة الدي بي دوتشه بان، يعني شركة السكك الحديدية التي فقدت في السنوات الأخيرة حقيقة صفتها المميزة في الانضباط والدقة ودقة المواعيد، وأيضا في إصلاح المعاهد والمدارس والجامعات، وأيضا رياض الأطفال التي الكثير منها مهدد أو للسقوط، ففيه وضعية سيئة جدا. من المهم أيضا أن الحزب قام بتزكية روبرت هابيك بنسبة عالية لأن يكون مرشح الحزب للانتخابات التشريعية القادمة. روبرت هابيك معروف أنه رجل سياسي كان محبوبا جدا إلى حدود 2021، وكان من بين أفضل السياسيين المحبوبين في ألمانيا، ولكن منصبه أثناء وتوليه وزارة الاقتصاد تسبب له في سقوط هذه الشعبية بشكل كبير، وأصبح يعني محل نقد، خاصة مع إصراره على تمرير قانون التدفئة هايتسونغزجيزيتسي في أثناء السنوات الثلاثة الأخيرة. لكن الملفت للانتباه أن روبرت هابيك حسب استطلاعات الرأي لا يزال يتقدم على المستشار الحالي أولاف شولتز في استطلاعات الرأي، ويأتي في المرتبة الثانية بعد مرشح حزب الاتحاد المسيحي فريدريش ميرتز. إذن هو في البلاصة الثانية. ولكن روبرت هابيك كالعادة يستطيع أن يصنع الحدث، لأنه اليوم في مؤتمر الحزب استطاع روبرت هابيك أن
لا يكابر أن يقول أنه يبرر السياسة التي اتبعها في الثلاث سنوات الأخيرة، وإنما اليوم وقف مما قام به موقفا نقديا وقال قد أخطأت في هذا المستوى وكان علي أن أفعل كذا. هذا موقف نقدي مهم جدا قام به، وأكده بعد ذلك في حواراته التلفزية التي أجراها مباشرة بعد اختياره أو انتخابه مرشحا لمنصب المستشارية عن حزب الخضر. Als jemand, der zu seinen Entscheidungen, aber auch zu den Fehlern steht und begründet, was er gelernt hat. Und das habe ich getan. Wir haben ja das Gesetz korrigiert. هذه مسألة مهمة جدا بالنسبة لهابيك. هل ستفيده في الحملة الانتخابية هذا البعد النقدي؟ هل سيكسب له يعني أنصار جدد ويعيد له شعبيته التي كان يتمتع بها قبل أن يصبح وزيرا للاقتصاد؟ هذا ستثبته الأيام القادمة. ما زالوا 3 أشهر، الأيام طويلة والأيام حبلى، وستنبئنا بالكثير. وإلى تسجيل جديد في موضوع جديد مع حزب جديد، أستودعكم والسلام عليكم.